هذا شينجو كاتاشيما عنده 26 عام، خدام طبيب في اليابان. في 17/2/2022 مات في الخدمة بسبب الخدمة العام كامل وما شد حتى نهار ديال الراحة. خدم لمدة ديال 207 ساعة إضافية من غير السوايع الأساسية اللي عنده، وبهذا الضغط ديال كيخدم النهار كامل، السيمانة كاملة، العام كامل، توفى. هذه ماشي اول حاله غادي تطرا، ولكن هذه حاله منتشره في اليابان، وكاع اليابانيين تقريبا معرضين لسكته قلبيه بسبب العمل المتواصل بدون راحه. وخرجوا كاع مصطلح جديد للناس اللي كيموتوا بكثره الخدمه اللي هو كاروشي. منظمه الصحه العالميه كتقول باللي الواحد الا خدم اكثر من 10 سوايع في النهار لمده ديال 6 ايام في السيمانه، مع الوقت غادي يوليو يبانوا فيه مشاكل نفسيه وجسديه خطيره. ولكن اليابانيين ما كيعترفوش بهاد الهضره نهائيا، وكيخدموا بمعدل اكثر من 100 ساعه في السيمانه. وهذا الشيء حيتاش الطبيعه ديال الشعب الياباني هكا دايره، كيقدروا لوقتهم متفانيين في الخدمه ديالهم، يعني كيخدموا من نيتهم. اكثر شعب ما كيغيبش على الخدمه هما اليابانيين. اكبر عدد ساعات عمل في العالم هما اليابانيين. الحكومه اليابانيه حتى هي بحال كاع الحكومات وعطات للشعب ديالها 20 يوم في العام باش ياخذوا استراحه او روبو، ولكن المشكل راه كاين فيهم 35% منهم ما كياخذوا حتى شي نهار من هاد 20 يوم، واللي بقاو من هاد النسبه كيشدوا يا نهار يا يومين يا 3 ايام كاع لا كثروا. وتدارت دراسه على الشعب الياباني وبان باللي 63% منهم كيحسوا بالذنب فاش كيجلسوا ولو غير نهار في الخدمه. الحكومه اليابانيه هنا شافت الشعب ديالها كيموت بهذه الظاهره، داكشي علاش قرروا ان كل ياباني خدام الزامي عليه انه يجلس 5 ايام في العام. نتوما المغاربه غتبان لكم قليله، ولكن الياباني غتبان ليه كثيره. احنا عندنا العكس، كيخدم 5 ايام وكيجلس الباقي كامل. المهم هو ان المغربي 100% صحته مزيانه، ولكن اجي نشوفوا السبب اللي مخلي اليابانيين يخدموا بكثره. علاش الياباني عنده الخدمه مقدسه؟ غادي نرجعوا بالزمن اللور وغادي نشوفوا اليابان في القديم، وغنتلاقاو باللي هي امبراطوريه ساده على راسها وما مدخله معها حتى شي واحد من كاع العالم. الاقتصاد ديالهم كان كيعتمد على الزراعه بشكل اساسي، وما بين العام ديال 1867 حتى العام ديال 1912 كان حاكم اليابان الامبراطور الياباني الامبراطور ميجي، اللي قلب الموازين ديال اليابان وكيفاش ولات غاده وكيفاش تحولات. في العصر ديالو قدر انه يحول اليابان من بلد زراعي لبلد صناعي، وهي ولات من اقوى الاقتصادات في العالم. ولكن اهم حاجه دارها ميجي في هذا الشيء كامله هو التعليم، اللي فيه حط نظام تعليمي صارم وذكي باش كاع اليابانيين في المستقبل يكونوا واعيين. وفي المدرسة أمر باش التلاميذ يكون فيهم المبدأ ديال الحب الدراسة والخدمة، وقال باللي دار هاد القوانين الصارمة باش اليابان تولي واحد الأمة عظيمة بين الأمم. وشنو اللي خلى هاد المبدأ أو الأوامر ديال ميجي تغرس في الشعب الياباني ويوليو يآمنوا بها ويطبقوها 100%؟ هي هيروشيما اللي ضرباتهم بها الامريكان واللي محناتهم ديال بصح. من تما قرروا انهم غادي يوليو يخدموا بواحد الشكل صارم باش ما تجيش شي دوله اخرى ودير فيهم كيف ما بغات، كيف ما دارت لهم الامريكان وطيحاتهم كاملين. وديك القاعده ديال الناس اللي حضروا لهيروشيما زرعوها في ولادهم بشكل كبير، ومن غير بشكل كبير بشكل كيخلع، وبينوا لولادهم باللي الحياه دايره غير على الخدمه، وباللي اي واحد ما خدامش كتعتبر بالنسبه ليه دمار، ماشي غير هو ولكن لبلادو. وكاينه واحد الصوره مشهوره في اليابان قديمه ديال واحد المعلم كيقرر الدراري الصغار في الهواء الطلق حيتاش المدرسه ديالهم تدمرات، وبسبب الحرص ديالهم على التعليم بشكل كبير وقعت نقله كبيره في الاختراعات، الصناعات، واهم حاجه في الاقتصاد الياباني. دابا هادشي كامل نقدروا نقولوا عليه زوين، ولكن اللي بالنسبه لي سلبي بشكل كبير هو الناس في اليابان اللي كيموتوا كل نهار بسبب الخدمه الزايده والساعات الاضافيه اللي كيزيدوا. شحال من واحد لقاوه ميت في الترامواي او لا ناس حيتاش كان راجع للدار من بعد عناء طويل ديال الخدمه. الشعب الياباني كامل كيقول باللي خصو يخدم بكل الطاقه ديالو وواخا ما باغيش. واحد المره داروا لقاء مع واحد العامل ياباني، سولوه علاش ما تاخذش اجازه في العمل ديالك لمده غير نهار، وجاوبهم باللي الا مشى حتى خدا الكونجي غيكون هو الوحيد في المصنع اللي واخده، والنظره ديال الناس اللي غادي تخسر وغيولي يبان خايب قدام الناس حيتاش خدا كونجي.
الشركات الخارجيه اللي كاينه في اليابان عارفين هذا الشيء، وداك الشيء علاش كيستغلوهم احسن استغلال، وكيخدموا باليابانيين بشكل متواصل، وزايدين دايرين لهم جوائز على شكون غادي يخدم اكثر. ومن هنا ولينا كنشوفوا ظاهره الكاروشي اللي كتعني الموت بسبب التعب من العمل. عام كامل ديال الخدمه الاغلبيه فيهم ما كياخذوا حتى نهار ديال الراحه، والحكومه اليابانيه لحد الان باقي ما لقاتش حل لهذا المشكل، وقرروا انهم يديروا شراكه مع الشركات اللي كاينين في الداخل ديال اليابان باش ما يخلصوش باقي على الساعات الاضافيه، باش اليابانيين ما يخدموش ساعات اضافيه. والمشكل فين كاين هو انهم واخا ما كيتخلصوش عليهم كيخدموهم. 2008 اليابان كانت فيها 128 مليون شخص، ودابا في 2024 ولات غير 123 مليون شخص، يعني نقصوا ب5 المليون. وكيقولوا باللي الكاروشي هو السبب الرئيسي في هذا النقص ديال البشر في اليابان. في نظرك انت شنو الحلول اللي تقدر تاخذ الحكومه اليابانيه باش تنقص من هذه الظاهره ديال الكاروشي؟ والعبره غادي ناخذوها من اليابانيين ديال انه باش البلاد تطلع بواحد الشكل كبير في الاقتصاد في الصناعات، خص ضروري الشعب ديالها يكون متفاني في العمل، وبنادم يخدم بنيته، وبطبيعه الحال غادي نشوفوا نتائج كبيره. واهم حاجه من العبره هي التعليم ديال اليابان. قولوا لي في الكومنتس علاش المغاربه او العرب بصفه عامه ما كيخدموش بنيتهم، كيجي غيدوز الوقيته ديالو كيديماري المهم راهو كيتسمى تخلص فيها. خلي معاكم على سبسكرايب الباج والله